صدمة قوية في الهلال، محمد العويس يحسم موقفه من التجديد. كشف الإعلام الرياضي خالد عبد العزيز عبر تصريحاته الأخيرة أن محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب السعودي قد رفض العرض المقدم من إدارة الزعيم لتجديد تعاقده. وأفاد خالد عبد العزيز في تصريحاته أن محمد العويس يطمح للانتقال إلى ناد يضمن له المشاركة بشكل أساسي، وهو ما دفعه لرفض عرض الهلال المبدئي. ويرغب الحارس الدولي في ضمان مكانه الأساسي في التشكيلة، وهو ما قد يكون غائبا في ظل المنافسة الشديدة في مركز حراسة المرمى في الهلال. وفي نفس السياق أوضح عبد العزيز أن إدارة الهلال ستسعى جاهدة لإقناع العويس بالبقاء في صفوف الفريق، حيث سيعرض النادي عليه ضمان مشاركته كأساسي في بطولات الكأس المقبلة، وذلك في محاولة للحفاظ على خدماته في المستقبل القريب. أو تترقب جماهير الهلال والمنتخب السعودي تطورات هذه المفاوضات في وقت يسعى فيه محمد العويس لتحديد مستقبله الكروي في الفترة المقبلة. ويستمر الحديث في الفترة الحالية عن الميركاتو الشتوي داخل المملكة العربية السعودية، والذي انطلق بشكل رسمي الأربعاء الماضي. وتسعى أندية دوري روشن لتعزيز صفوفها بمجموعة من العناصر المميزة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية والتي تنتهي يوم 30 من يناير الجاري.